لم يتردد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إلغاء الزيارة التي كانت ستقوده إلى الرباط، وذلك على خلفية المعلومات الاستخباراتية الروسية التي أفادت بأن دبابات مغربية تدعم جبهة القتال في أوكرانيا، وهو الأمر الذي نفاه وزير الخارجية المغربي بوريتا دون إعطاء توضيحات إضافية. كما تجاهل الأمر نظام المخزن، والذي يعلم بأنه لا يجيد اللعب مع الكبار طالما يعد فاقدا للسيادة، وأن الكيان الصهيوني وجمهورية التشيك هما من يقرران في ترسانته العسكرية. وحدث اليوم ما كان يخشاه نظام المخزن، حيث تلقى إهانة جديدة من روسيا بعد التصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاكاروفا، والتي أكدت أن المغرب المغلوب على أمره قام بإرسال 130 دبابة من نوع تي 72 بي إلى جمهورية التشيك من أجل تحديثها، إلا أنه فوجئ بتسليمه سوى 56 دبابة فقط، وأن 74 المتبقية قررت جمهورية التشيك إرسالها إلى أوكرانيا لدعم جبهة القتال هناك، وأن المخزن المغربي لم يحرك ساكنا بخصوصها لأنه لم يتلقى الضوء الأخضر من الكيان الصهيوني. وبالمقابل وجد نفسه متورطا مع بيلاروسيا بعدم الوفاء لها بصفتها مورد الدبابات، وعدم حصول المخزن على موافقة المورد بنقل الدبابات إلى دولة ثالثة كما ينص عليه عقد شرائها. والسؤال المطروح الآن: هل يمكن مقارنة المغرب الصغير عديم السيادة بالجزائر، والتي قال عنها لافروف للأمريكان إنكم هاجمتم الشخص الخطأ؟